السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة أسهل وصفة للمقلوبة. هنعمل مع بعض النهاردة مقلوبة البدنجان باللحمة المفرومة. شايفين الجمال؟ شايفين شكل المقلوبة عامل ازاي؟ وصفة جميلة وسهلة وبسيطة ومش هتاخد منك أي وقت، وتبقى حلوة جدا جدا. يبقى طبق جميل جدا على سفرتك في رمضان، من الوصفات الجميلة المميزة. يلا بينا مع بعض نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف احنا عملناه ازاي. يلا بينا. اول حاجة انا عندي البدنجان، هنقطعه كده وهنقشره بقى كده واحدة واحدة كده يا حبايبي بالشكل ده، وهنقطعها بالطول كده. بعد ما قطعته يا حبايبي قدامكم كده بالشكل ده، هحط عليه رشة من الملح وهركنه بقى على جنب ينزل بقى ميته. ويلا بينا مع بعض نعمل الرز بتاعنا ونعصج اللحمة المفرومة. انا عندي الحله بتاعتي فيها سمنه وفيها زيت، هنزل عليها ببصلايه متقطعه مكعبات صغيره، اسود حب وورق لورا ومعلقه من الكركم ومعلقه من الكاري. وطبعا الرز ممكن نعمله برز بسمتي، بس انا هشتغل النهارده برز مصري عادي، اللي موجود عندك تشتغلي بيه مفيش مشكله. هنزل بمكعب من الماجي. طبعا لو عندنا شوربه يبقى احسن واحسن للرز، تدي طبعا طعم جميل جدا. عندي الرز بتاعي طبعا مغسول ومتصفي كويس جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقلب الرز كده مع التوابل بتاعتنا اللي احنا حطيناها، وهزوده بقى الميه بتاعته. هنحط له ميه سخنه، هنضيف له معلقه من الملح، بعد ما حطيت الميه السخنه بتاعتي خلاص انا هغطي على الرز، وهنبتدي بقى مع بعض نعصج اللحمه المفرومه. عندي الطاسه بتاعتي فيها شويه من زيت الذره، هنزل بقى عندي نص كيلو من اللحمه المفرومه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنسيبها بس لما لونها يتغير معايا شويه، وهنزل بعد كده ببصلايه متقطعه مكعبات صغيره. بعد كده يا حبايبي هنزل بقى بالبصلايه المبشوره، وبعد كده هحط بقى التوابل بتاعتي، شويه من الملح وشويه من الفلفل ورشه بسيطه من جوز الطيب، بتدي ريحه حلوه جدا للحمه المفرومه. لو مش حابه الخطوه دي بلاش، يعني لو حابه تحط رشه كده من جوز الطيب تدي ريحه حلوه جدا وطعم حلو قوي للحمه، براحتك. مش حابه ما تحطيش. هنسيب البصله بقى لما تدبل معانا شويه واللحمه تستوي، وهنزل بعد كده بطماطميه متقطعه مكعبات كده. خلاص بقى هنزل بقى بالطماطم، وهقلبها بس تقليبه بسيطه. الطماطم عايزه اقول لكم برده بتدي طعم حلو جدا برده للحمه. كده احنا خلاص عصرنا اللحمه، والرز عندي بتاعي خلاص كده انا وطيت عليه. الخطوه بقى اللي بعد كده هنقلي البدنجان. يلا بينا هنقول بسم الله الرحمن الرحيم كده، وهنقلي بقى البدنجان. طبعا لما ياخد اللون الحلو معانا الذهبي كده هنطلعه على مناديل مطبخ. شايفين كده لون البدنجان كده؟
كده معايا حلو جدا. هنبتدي بقى نطلعه على ورق مطبخ لحد بقى ما نخلص بقى كل كميه البدنجان اللي معايا، ونبتدي بقى نغرف طبقنا. كده كل حاجه عندي جاهزه. عندي حبايبي بقى اي صينيه او اي حله، طبعا الحله اللي عندي كبيره قوي فانا هغرف في الصينيه دي. هنبتدي بقى نرص البدنجان. هحط بدنجانيه وواحده طماطم. هنرصه كله كده زي ما احنا شايفين كده. بعد يا حبايبي ما رصيت كده البدنجان والطماطم، هننزل بقى بالرز بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحطه كده في الجناب كده. اللحمه المفرومه في النص. هحط بقى اللحمه المفرومه بتاعتي في النص. انا هحطها كلها. هنزل بقى ببقيه الرز بتاعي كله. هنملى الصينيه بتاعتي وهنقلبه بقى مع بعض. خلاص غرفت بقيه كميه الرز بتاعتي. هتني بقى البدنجان ده كده اللي اتبقى مني، مش هسيبه طبعا كده. شايفين الجمال. هنقلب بقى الطبق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى شايفين الجمال. بسم الله ما شاء الله. شكلها روعة روعة. جربوها مش هتندموا صدقوني. عملنا مع بعض النهارده يا حبايب قلبي مقلوبة البدنجان باللحمة المفرومة. بتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم. طبعا انا عملت معاكم قبل كده المقلوبة باللحمة وعملت كفتة الفراخ. النهارده عملناها مع بعض باللحمة المفرومة. شايفين شكل طبقنا عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله. يا ريت لو وصلتوا معايا لنهايه الفيديو ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه علشان يوصلكم كل جديد. كان معاكم نورة وليد. انتظروني ان شاء الله. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.